السكون. ذكرت ما هي أنواع السكون؟ مودة شريف، ما هي أنواع السكون؟ مودة سمعتيني؟ دانية، تفضل يا دانية. سكون أصلي وسكون عارض. سكون أصلي وسكون عارض. الآن السكون الأصلي ما سكن وقفا ووصلا مثل هل. السكون العارض ما سكن بسبب الوقف وكان في الأصل متحركا مثل قال صارت قال عند الوقف. الآن بدي منك يا دانيا تعطيني مثال على السكون أنت الأصلي واعطيني سكون عارض على السريع. يلا حبيبتي. يلا يا دانيا. مستحكي أصلي هل. لا، غير الموجود عند بالكتاب اللي احنا عارضينه. الشاشة واضحة عندكم صح؟ تمام. الآن غير اللي أنا وضحته لكم كتبتوه، بدي الحين مثال منك. يلا على السريع. طيب سلسبيل، تفضلي يا سلسبيل. حاولي تركزي يا دانيا. موجود معك يا مس. يلا اعطيني الحين سلسبيل مثال. مثال على السكون الأصلي والسكون العارض. أيوة السريع. السكون الأصلي يعني زي لقد، والسكون نعم. العارض لما نوقف على الآية في آخر لما نوقف على الكلمة في آخر الآية زي المستقيم. أحسنت. بس ربهم. ربهم، شو ربهم؟ أصلي في حال أصلي ما إذا. وقفناش عليها. نعم. وعارض. الظالمين في حال وقفنا عليها آخر الآية. تمام. نجي الحين أنواع المد. إحنا في عنا المد بسبب السكون أخذنا في عنا مد عارض للسكون، مد لين ومد لازم. المد العارض للسكون ما له أنواع، بس حاليا بناخذ شروطه. المد حاليا المد اللين كمان ما له أنواع. المد اللازم له نوعين: المد اللازم الكلمي، المد اللازم الحرفي، ومد لازم كلمي مثقل. لا هاي أنواع المد اللازم الكلمي، وهان مثقل هاي خرطوم فهمية مخفف. والمد اللازم الحرفي له نوعين: مد لازم حرفي مثقل ومد لازم حرفي مخفف. تمام. ننتقل الآن أنواع المد بسبب السكون كأمثلة الآن مع تعريفات. يعني هاي السكرينة خليني أضبطها لكم أساس تيجي كلها هيك. تمام، على أساس تطلع أضبط. الآن هاي عندي تعطيني كل الشروط مع أمثلة والأسباب وعدد الحركات. تمام، يعني هاي بتلخص لكم كل شيء. نبدأ، خلينا ناخذ داليا. داليا اقرأي لي عن المد العارض، تعريفه وسببه وحكمه ومثال عليه مع عدد الحركات. يلا حبيبتي داليا. أنواع المد بسبب السكون: مد عارض أن يأتي بعد حرف المد سكون عارض سبب الوقف. سببه السكون العارض بسبب الوقف. حكمه الجواز، مثل قال، يقول، قيل. يمد من 2 4 6 حركات جوازا. أحسنتي. طيب حاليا بدي منك على السريع ذكري تعطيني مثال من عندك كلمة فيها بغض النظر شو حرف المد ولا ولا إيه فيها مد عارض للسكون. يلا هيا بنا. مثلا من ماء صديد. صديد، أحسنتي. كلمة طيب أحسنتي صديد. طيب كلمة ماء شو فيها نوع المد مدام صرتي حاكي ماء؟ فيها همزة. منفصل. كلمة واحدة. متصل. متصل، أحسنتي. بدناش نعمل نجمة لداليا. يلا زقفوا لها مع بعض. أنا ذكرت لها. يلا بدي نشاط. أيوة شطرات. الحين رزان بدي المد اللين. يلا يا رزان.
مس شو بدك؟ مد اللين يا عيني، تعريفه وسببه وحكمه وعدد حركاته. يلا ومع الأمثلة. خليك فاتحة المايك، المايك مش مفتوح. مد مد نعم. اللين هو إنه يكون قبل حرف المد همزة. همزة؟ ما هي موجود عندك على الشاشة، وين الهمزة؟ تخربطت فكرت مد بدل. مد اللين هو إنه يكون عندنا مثلا حرف الواو والياء وقبلهن فتحة. سنتي. إذا بدل واو وياء قبلهن حرف المد سكون عارض وقبله حرف مفتوح، وهو ذكر عندي حرف الواو وحرف الياء. أحسنتي، اللي مش مكتوبات عندي كتبتيهم، ممتازة. السبب كملي، اقرأي عن الشاشة. بس الشاشة مش عندي جاية لونها أسمر. طب معناته اطلعي من الاجتماع وارجعي وخلي غيرك تكمل. كملي يا مودة، مودة شريف. اطلعي انت يا رزانة من الاجتماع وعودي ادخلي. مودة شريف، سمعتيني؟ يلا حبيبتي، بدي اسرع يا بنات. طيب انا راح اكمل مد اللين عن رزان. لجين فاتحة رافعة ايدها، تفضلي يا لجين. مد اللين أن يأتي بعد حرف المد سكون عارض وقبله حرف مفتوح، سببه السكون العارض بسبب الوقف، حكمه الجواز، خوف، صيف، من 2 4 6 حركات جوازا. إذا في شبه من المد العارض يا لجين، بس إنه الحروف مختلفة. الواو حرف الآن حروف اللين، وهناك حرف إيش؟ حروف المد. الآن بدي منك غير خوف وصيف تعطيني أمثلة ثانية. يلا اعطيني كلمة. ذكر سورة قريش. البيت. سنتي. المد اللازم، مين حابة فيكو ترفع ايدها؟ يلا مريم، مش رأيك يا مريم؟ يلا يا مريم، هيا بنا. أيوة يا مس شو سألت؟ بدي المد اللازم، يلا بدي نفس المد اللازم. زميلاتك. يلا. المد اللازم أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي أو شدة في الكلمة، سببه السكون الأصلي أو الشدة، حكمه الوجوب. والأمثلة الصاخة. مثال. نعم الصاخة ونون 6 حركات وجوبا. نعم. طيب خلينا الحين يا بدي منك كلمة واحدة بس تعطيني إياها على المد اللازم، وكمان شوي بنفصل التفصيل. تفضلي. أسف. الضالين. سنتي. نيجي الحين تفصيل المدود بالكامل، يعني كشروط وكل إشي. الحين كل نقطة لحال. المد العارض للسكون تعريفه. ولاء، تفضلي يا ولاء. مس الشاشة مش مبينة عندي. اطلعي، اللي مش مبينة عندها الشاشة تطلع، لأني أنا فاتح بليفون والشاشة عندي ظاهرة تماما. يعني أنا بحكي معاكم من جهازين، جهاز كاتم الصوت وجهاز بدون كتم. فاطلعي حبيبتي وارجعي ودخلي، بتظهر الشاشة عندك. رواء، تفضلي يا رواء. أي واحدة مش الشاشة مش ظاهرة عندها تطلع وترجع تدخل بظهر عادي. يلا تفضلي يا ولا رواء. مس الشاشة مش مبينة، مش واضحة عندي. طيب رضا، تفضلي يا رضا. كل اللي مش واضح عندنا الشاشة يطلعن. تفضلي يا رضا. المد العارض للسكون أن يأتي بعد حرف المد سكون عارض بسبب الوقف. مقدار المد العارض للسكون يمد من 2 ل 4 ل 6 حركات جوازا. نعم. عند التطبيق احنا اتفقنا
إنه 4 حركات، يعني أنا دايمًا باحكي لطالباتي وطلابي إنه 4 حركات نحاول للمد العارض. الحين ما هي الشروط يا رُبا؟ تفضلي يا رُبا. شروط المد العارض للسكون أن يكون حرف المد قبل الحرف الأخير في الكلمة. مثال قال: نلاحظ حرف المد قبل الحرف الأخير. الوقف على تلك الكلمة أن يكون قبل الألف فتحة وقبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة. مثال: يقول، قال، قيل. تمام، إذًا هي يكون حرف مد يعني الحركة المناسبة. ممتاز. تنبيهات. خلّينا نشوف التنبيهات هاي مع مين رافعة إيدها. وين يا بنات؟ وين؟ أبرار. أقرأ يلا أنا يا يا أبرار. مس، أقرأ أنا. أبرار. لحظة الحين بارجع أشوف اللي رفعت إيديهن. أبرار تفضلي. يلا يا مس. تنبيهات: لا يوجد مد عرض للسكون عند الوصل والمد عند الوصل يسمى المد الطبيعي. 2. عند الوقف على لفظ جلال الله تمد الألف فيها مد عارض للسكون. 3. حكم المد العارض متأسف. للسكون فيجوز فيه القصر حركتين والتوسط 4 حركات والإشباع 6 حركات. إذا 3 حالات، إذا حركتين بسميه قصر، إذا 4 حركات بسميه توسط، وإذا إشباع 6 حركات. كمان كلمة الله، لو إحنا عند اللفظ بنقول الله بنمدها بنقول الله، تمام، عند الوقف. ممتازة يا اللين. إحنا لحد الآن بنقرأ، يعني المادة بنراجع فيها من بنلخص فيها. أشوف مين رافع إيده. سلسبيل تفضلي. أقرأ. تفضلي يا سلسبيل. المد اللين أن يأتي حرف الواو أو الياء ساكنا وقبله مفتوح وبعده سكون عارض بسبب الوقف. مقدار مد اللين يمد من 2 إلى 4 إلى 6 حركات جوازا. الشروط كاملة. شروط مد اللين أن يأتي حرف المد اللين قبل الحرف الأخير في الكلمة، مثل موت، نلاحظ حرف المد قبل الحرف الأخير. 2. الوقف على تلك الكلمة. 3. أن يكون قبل حرف مد الواو والياء فتحة، مثل خوف، صيف. أحسنتي. قبل ما ننتقل للمد اللازم، بدي وحدة فيكم ترفع إيدها وتلخص لي اللي أخذناه. خليني أجي على الشاشة أشوفكم، لو أني بشوفش هيك يعني، بس يلا نمشي للتسجيل هاي. يلا مين رفع إيد؟ ربا تفضلي يا ربا. أخذنا أول شيء أنواع شو اسمه السكون. أخذنا السكون الأصلي والسكون العارض. السكون الأصلي ما سكن من الحروف وصلا ووقفا زي كلمة هل، والسكون العارض ما سكن من الحروف بسبب الوقف وهو في الأصل متحرك مثل المستقيم. وكمان أخذنا إن المد يعني ما كان ينقسم المد بسببه إلى قسمين. أخذنا المد العارض للسكون ومد اللين، وكمان حكينا عن ما كان سببه سكونا لازما زي المد اللازم. بس لا إحنا لحد هنوقف. بدنا نحط لها نجمة. يلا نعززها. وين التعزيز راح؟ تفاؤل. يلا تفاعلوا. أنا مني قلب. يلا مين فيكم تعطوها؟ وطيني منبه المي وأنا بقى صايمة أصلا. يلا ممتاز. طيب بدي أسأل رزان، الشاشة صارت تظهر عندك؟ رزان اللي طلعوا رزان مس. ممتاز. خلينا نرجع. خلينا رزان ورغد حاليا هم اللي شاركوا. يلا يا رزان تفضلي. حاليا رجعنا شاركنا الشاشة. تفضل حبيبتي. افتح المايك يا رزان. رزان سمعتيني؟ طيب أشوف رضا. تفضلي يا رضا. ننتقل للمد اللازم. مس نعم. تفضلي حبيبتي. شو سألتي يا مس؟ شو أسوي؟ يلا
نقرأ المد بس اللازم كنت بحكي ما حد المد ألين اللازم كانت رزان كنت تحكي؟ ما كان مفتوح المايك شكله. يلا الحين بنسمعك، الآن مسموع صوتك، تفضلي. الحين المد اللازم يعني إنه يأتي بعد حرف المد السكون أصلي أو شدة، ويمد عندنا بمقدار 6 حركات. الحين بنقسم لقسمين، عندنا مد لازم كلمي مثقل ومد لازم كلمي مخفف. المثقل يعني مثلا عندنا زي كلمة الضالين. نعم، خلينا ننتقل هان ونشوف الحين يا رزان، اقرأي لي هاي اللي راح توضح لنا الموجود. أساس إنه في طالبات بقول وين حرف المد، وخاصة في المخفف، أساس هاي الرسمة بتوضح لكم بالضبط. تفضلي يا رزان، اقرأي لي الموجود يا رزان. لسه معلقة عندي الشاشة. يا بعدين أنت وشاشتك نذبحك الحين يا رزان. المد اللازم. يلا حبيبتي. لا يعني انت مغيرت السلايد ولا لا؟ غير الحين غيرتها لإشي حلو. كلمة الصاخة فيها صح؟ هاي اجت. مس أنا مبين عندي اللي جاي. اقرأ. اقرأ. بدي أحاول أعطي الكل. المد اللازم أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي أو شدة في كلمة، مثل كلمة الصاخة. عندنا الألف هي حرف مد، والحرف الخاء هو بعد حرف المد حرف مشدد. وعندنا كمان الحرف المد الألف، واللام هاي هي آلن حرف ولا آلان؟ آلام. يلا. بس قراءة. تمام. الحين ننتقل لمين؟ لرضا. لا مش رضا، رغد. يلا يا رغد. هاي تقريبا مس رضا ولا رغد؟ رغد. يا مس شو السؤال؟ بدي الأمثلة هاي، اقرأي لي هان بعد عشان تجيبي لي مثال على كل واحدة. طيب أنواع تعريفات. المد اللازم. مد لازم كلمة مثقل، ومد لازم كلمة مخفف. المثقل أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد في كلمة، والمخفف أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكون أصلي في كلمة. تعطيني مثال على كل واحدة يا روحي. مش حافظة بس. يلا تذكري اللي حكينا قبل شوي. يلا تذكري كلمة فيها ألف وحرف المخفف قبل شوية ما حكينا كنا فيه. بس خلي طب البنات اللي سمعن، أنا والله ما سمعت. طيب مين اللي تعطيني مثال؟ أحكي ترفع أنا؟ ايدها. يلا أحكي يا مس؟ يلا. احكي. رغد ما اللي جاي معي ولا مين؟ رضا. تفضل يلا يا رضا. المد لازم كلمة مثقل زي كلمة الطامة مثلا. نعم. ومد لازم كلمة مخففة كلمة الآن، وأصلا هي الكلمة الوحيدة في كل المصحف في سورة يونس، تكررت مش مرتين موجودة إلا أتوقع. في آيتين بالضبط. ممتازة. لا يوجد إلا موجودة في كلمتين، موجودة في آيتين، آية 51 وآية 91. يلا تزكيفة لرضا. طيب ممتاز. ننتقل. نورة. يلا نورة بدك تقرأي وتطبقي المرة. نورة سمعتيني؟ طيب فجر. نورة يبقى مش سامعة. فجر. بس أقرأ. تفضلي حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسم الله عليها صواب. الحين نطبقها 6 حركات عشان اتفقنا انها 6 وجوبا كمعرفة. الآن بدنا تطبيق. يلا طبقي لي يا 6. فاذكروا اسم الله عليها صواب. يلا اللي بعدها. الآية اللي بعدها خليها لغيرك. نورة فتح معايا. يلا يا نورة الآية الثانية. ممتازة منيحة يا. أقرأ الآية.
يلا هاي قلب يا تفضلي. قلب لفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله. الحين ومد لازم كلمة مسبحة. قبل ما تبدي بدك تقولي لي أين يقع المد في حرف الألف. أنت هل مديتي؟ بدي 6 زي فجر. يلا حبيبتي 6 حركات. يلا قل يا أتحاجوننا في الله. قربت. يلا تسقيفة إليك. ننتقل بس هي أضبطها ثواني. نزلها أحسن. لأنها بتيجي في العرض، بتيجي مش في نص الشاشة. بحب أخليها كلها عشان تبين عليكم أحلى. هيك زبطت تمام. مين ما شاركش معنا؟ أسماء وميرا بس كنش. يلا أسماء. صباح الخير مس فريال، يعطيك العافية. يسعد صباح الخير الصباح. للجميع. يسعد صباحك حبيبتي. هلا لحظة. ست هيفا كيف حالك؟ الحمد لله. كيفك ست فريال؟ يعطيك العافية حبيبتي. يرضى عنك يا ربي. بنات ما شاء الله عليهم بجنن. الله بنات يسعدك 11. ويسعدهم. طيب نكمل. كملي يا ست فريال. تمام. يعطيك العافية. يعطيك العافية حبيبتي. نكمل. أسماء تفضلي يا أسماء. قائمة. تفضل حبيبتي. الحين بدنا ناخذ التحليل. الحرف المشدد يتكون من حرفين متشابهين، الأول ساكن والثاني متحرك. الحاقت. قاف مشددة هي قاف ساكنة، وقاف متحركة يساوي قاف مشددة. مد لازم كلمة مثقل. طبعا هاي المعلومة أكيد أنت تعرفينها هاي وأنتم صغار باللغة العربية، إن الحرف المشدد أصله حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. ممتازة. والباقي نفس الشيء. نكمل. هاي الكلمة هي كذكر هي الوحيدة وذكرناها. المد اللازم الحرفي اللي هو اللي بدنا شوية نركز عليه. في عندي مثقل، في عندي مخفف. المثقل لما بكون عندي ألف لام ميم، بعد لام وأجي بعدها ميم، فصار عندي إدغام. ألف لام ميم، فأنا أدغمت ميم مع ميم فصار مد لازم حرفي مثقل. هين مخفف قاف ما فيها. تمام. وياسين نفس الشيء. الحين بعدها مين اللي فيكو تطبق لي اياها؟ من ميرا. ميرا تفضلي. ميرا ابراهيم سمعتيني؟ نعم يا مس. يلا حبيبتي. المخفف ولا المثقل؟ نعم المثقل في الكلمة الثانية. تطبقي لي اياها وتقولي لي ليش مثقل. تفضلي حبيبتي. طاس ميم. طيب شو رأيك قبل ما نبدأ نطبق نحلل؟ تمام. الحين حرف الطاء كم حركة أنا بمده؟ الطاء حركتين. تمام. والسين؟ السين 4. بعرفش عنك. احنا اتفقنا ان المد لازم كاف حركة كل وجوبا 6 حركات. اذا السين والميم 6 حركات. حاليا يلا بدك تطبقي لي عشان نعرف ليش هالمثقل، شو السبب. يلا حبيبتي. سين لان النون مع الميم شو رأيك فيها؟ شنو الحكم المعنون مع الميم لما كتبناها؟ خليني الحين أسوي لك إياها لحظة.
الحين انتبه علي، انتبهوا يا 12. طا تحت، طا يعني أنا عملتها وصل، الحين بنزلها. طا سين ميم. تمام. الحين الطاء عندي هان، وهان في هان طبيعي حركتين متفقين عليها. سين 6 حركات، نون أجا بعدها ميم فصار عندي إدغام، نون بعد الميم صار هان إدغام، فكون إدغام معناته مثقل. تمام، هذا هو السبب. ننتقل للي بعدها. هان وضع عنا أمثلة. الحصة أي ساعة هي بتخلص؟ هاي 40 صح؟ 10:45. أشوف، مهم يكون معنا وقت في 3 دقائق. هان أمثلة على الموضوع. كيف؟ هون ألف لام ميم صاد محللنا إياها. ألف لا تمد، لازم حرفي لام ميم صاد، نفس الطريقة اللي بدأت فيها. وحاميم. تمام. لو في وقت بنستعرض كل شيء. هنا الخلاصة إنه الحرف الألف، هاي حطينها سكرين عندكن، إنه الألف لا تمد، 0 عدد الحركات. حي طهر 2 حركتين مد طبيعي. وسنقص لكم 6 حركات مد لازم، والعين 4 أو 6 لأنه ملحق بمد اللين. تمام. هاي عملت الآن كمان سكرينها. أقسام المد هاي كمان هيك انتهى العرض. إن شاء الله إنكم تكونوا يعني استوعبتوا الموضوع. راح ببعث لكم لعبة زي اختبار. هاي لازم نلعبها هان في الصف، في الحصة مع بعض. لكن في لعبة عن المد ببعث لكم إياها على الحين على المد بسبب السكون. سوي بحث. ما هو أنا عندي خليها واجب إلكم. مد بسبب السكون. ستارت. خلي بالك عملت لأن في عدد اللاعبين كثير، فبرجع بعيدها إلكم. ليش عمل هيك؟ يعطيكم العافية يا بنات، وأنا برسلك إن شاء الله على الجروب، خلاص مش على الدردشة، على الجروب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهيك يعطيك خلصنا العافية يا مس الحصة. فريال. يزيدك عافية يا قلبي. تمام. يعطيك العافية يا مس. هلا حبيبتي، يلا مع السلامة. وقف الشاشة. تسجيل.